الحاجة يا خلف، مظاهرات من المصريين والعرب قدام السفارة المصرية في تل هباب. استنى يا خلف ما تضحكش، والله ده حقيقي. بدل ما يروحوا يتظاهروا قدام السفارة بتاعت إسراء، جايين يتظاهروا قدام السفارة بتاعت مصر. ايوه يا حبيبي انت وهو. طب انتوا لما تتظاهروا قال لك عايزين نفتح معبر رفح من الناحيه التانيه، مين بقى يخلوه لما يدعي للمظاهرات دي؟ اتحاد الائمه بتاع الجماعه اياها بتاعتنا المحظوره اللي موجود جوه فلسطين. واحد يقول لك خلوفي وايه اللي ودى جماعه الماء ماء في فلسطين؟ اقول له ما جماعه الماء ماء موجوده جوه اسراء نفسها. واما يقولوا لك ايه بقى احنا عايزينك تفتح المعبر، ايوه يا حبيبي انت وهو، ما هو المعبر مفتوح من ناحيتنا. معنى كده بقى ان انت عايزني افتح المعبر من الناحيه التانيه، يعني ادخل في حرب عسكريه مع جيش اسراء. مش جيش اسراء كمان، ده جيش امريكا. تعرف يا حبيبي انت وهو ان من يوم 7 اكتوبر امريكا ادت ربع انتاجها للصواريخ لاسراء. يعني اسراء مش هي لما تحارب، امريكا لما تحارب لها. وانا اما ادعم اخواتنا تقريبا لوحدي ومش لاقي حد يجي في جنبي، ما بالك بقى لو دخلت في حرب مباشره مع اميره واسراء؟ كل القواعد الامريكيه خلوه اللي حتى في الدول العربيه اللي المفروض انها تبعنا هيضربوني منها. وانت بنت وهو بدل ما تتظاهر ضد الناتن جاي تتظاهر قدام السفارات المصريه. يجيكش خيبه، يجيكش وكس عليك وعلى امك. مصر اللي واقفه مع القطاع بكل ما تملك، انت جاي تتظاهر ضدها وتزاد عليها؟ ده حتى السفاره المصريه اللي في اسراء خلوه تقريبا فاضيه، السفير منسحب من يوم 7 اكتوبر تضامنا مع اللي بيحصل لاخواتنا. وكل الموجودين في السفاره شويه موظفين صغيرين لتسيير الامور وواحد اوفيس بوي. يطلع لي واحد كيوي يقول لي طب ايه اللي ودى جماعه الماء ماء بتاعتنا جوه اسراء؟ اقول له في التسعينات يا بيه عملوا حركه واسسوها اسمها الحركه الاسلاميه، اسسها الشيخ عبد الله نمر سنه 1971. وبعدها على طول عملوا حزب سياسي وانقسم لجناحين، جناح شمالي بقياده رائد صلاح وده دلوقتي محظور، وجناح جنوبي خلوه بقياده منصور عباس وده شغال تحت قياده المخابرات بتاعتهم. ده مش بس كده، دول دخلوا جوه الكنيسه نفسه وشاركوا في حكومه نفاتالي اللي هو اصلا مهندس الاستيطان. ونفاتالي ده كلام في سرك يا خلوفي، الجيش المصري غفل واتفق معاه وغير بنود في اتفاقيه كامب ديفيد ودخل قوات كتيره جاوي على عكس الاتفاقيه لسينا. والاسبوع ده بقى في وفد امريكي دبلوماسي جه مصر، في مجموعه برضه من الكونجرس جه عشان يضغط على مصر عشان يوافقوا على موضوع التهجير. وطبعا كلنا سمعنا موضوع ان هم بيقول لك هنديك 150 مليار، طب هنديك دشليون، طب هنديك 800 الف مليون. قالوا له مهما اديتنا، طب هنسقط عنكم الديون مهما اديتنا. مصر قالت له لا، لو كل حاجه يا بنت هو بالفلوس كنا بعنا نفسنا من زمان. راحوا الجماعه الامريكان قالوا لهم طب خلاص افتحوا لنا معبر رفح وندخلهم من عندكم ونخرجهم على دول تانية. مصر برضه قالت لا يا خلوفي، عندك يا باشا البحر ولو ما عندكوش مراكب نبعت لكم. راح على طول الوفد انسحب رغم ان امريكا لسه كانت متفقه معانا انها تدينا منظومه الصواريخ نسامه، بس مصر قالت لا برضه القضيه بتاعتنا مش للبيع. تهجير داخلي لاخواتنا مرفوض، مدينه صغيره ليهم عندنا مرفوض. طب خلاص اعملوا لنا مدينه حتى للمرضى كده وكبار السن. مصر قالت لهم برضه مرفوض، ريفيوز. طب نعمل قاعده صغيره كعسكريه في طيران وصنافير، قالوا لهم برضه مرفوض. ايه رايكم؟ واحنا مش هنسلم اصلا طيران وصنافير. طب مشاركه عسكريه كده بسيطه نديكوا شويه قوات من قواتنا معاكم في البحر الاحمر. مصر برضه قالت لهم مرفوض. مصر رفضت الكل يا خلوفي وقالت البحر الاحمر كله بتاعنا بالكامل، ودلوقتي اما نعمل تحالف من الدول اللي طلع البحر بس. كل اللي وافقت عليه مصر مع الوفود الامريكيه دي هي الصفقات العسكريه اللي ما بيننا وبينهم فقط لا غير، لكن قواعد ومشاركات عسكريه وتيجوا عندنا وعلى حدودنا كرامتنا مش للبيع يا بيه، واحنا مش زي الدول التانيه اللي انتوا فاهمين قصدي طبعا. وامبارح بقى وصل وفد اردني للقاهره بقياده الملك عبد الله نفسه علشان يناقش مع مصر كذا حاجه، من ضمنهم يخلوه في الحصار الدبلوماسي اللي لما يتعمل حوالين السفارات المصريه في الخارج. البهوات العبط دول اللي لما ياخدوا لي جنازير قالوا سلاسل قالوا يقفلوا السفارات. ايه هو هذا العبط ده انت وهو؟ اللي انا عايز اقوله لكم كمان ان مصر ضغطت على الاردن وخلتها حلت الجماعه اياها بتاعت الماء ماء من 5 ايام بالظبط، وفي تنسيق امني وعسكري كبير وتحالف عسكري داخلين عليه بين مصر والاردن، ولسه هنعرف التفاصيل بالظبط بتاع اللقاء ونقول لكم. اما بالنسبه للسعوديه بقى فبن سليمان يا خلوفي بدا يستخدم القوه بتاعته الدبلوماسيه وبدا يشتغل مع مصر ويساندها عشان المجتمع الدولي يعترف بالدوله الفلسطينيه. وزير الخارجيه السعودي كان لسه في الامم المتحده امبارح ووقف واتكلم وقال لازم يتفك الحصار ولازم نحل الدولتين ونعترف بدوله فلسطين. وعشان تعرفوا بقى ان اسراء مش طايقه مصر خالص بسبب دعمها للقضيه بتاعت اخواتنا، الكنيسه الاخراء يا خلوف هيبعت وفد للكونجرس الامريكي عشان يطالب امريكا بوقف الدعم العسكري لمصر والغاء الصفقات ويفرض عليها العقوبات. وفي الاخر قال يجي لي واحد يقفل السفاره بسلسله دي يجيكش وكس على امك. وقالوا لامريكا تخيل لحد النهارده الاعلام المصري اما يقول علينا عدو لا يا ده هتبوسه يا
تعالى يا خد حضن. وكان في جلسه امبارح جوه الكنيسه وهاجموا مباشره وعلانيه تنكيل الجيش المصري، وراحوا فجاه كده رافعين لصوره الراجل الالماني ابو شنب، بس عشان الفيديو ما يتحذرش مش عايز اقول اسمه، وقال لك الراجل ده شبه السيسي. الراجل الالماني ده اداكوا جامد قوي، وهم ما شبهوه بالسيسي عشان برضه اما يديهم جامد قوي. لكن المفاجاه الاكبر بقى خلوه في جات من جريده يدعوت احرنوط، ودي اكبر جريده في اسراء، كتبت خبر تحت عنوان نصر مصر، واعلنوا في الخبر رسميا تجميد خطه المدينه الانسانيه اللي كانت عايزه تعملها اسراء في رفح، وقالوا ان كل ده حصل بسبب التهديد المصري الواضح، وقالوا ان مصر جالتها علانيه تنكيه لو اتبنت مدينه على حدودي سواء كبيره او صغيره هنلغي اتفاقيه كامب ديفيد. خدوا بالكم اسراء عارفه ان مصر ما بتهزرش، اسراء تطلع تتكلم في العلن كده وتقعد تهنبك وتقول اي كلام، لكن احنا مش بتوع طرطشه كلام على الفاضي. مصر يا بيه في الاجتماعات المغلقه مع اسراء اما تقول الكلام الصح وبتقول لهم اوعوا اياك وتجربوا من حدود مصر، فخدها مني كده صريحه، مصر مش بلد بتتهدد ولا شعبها بيتساوم ولا جيشها بيخاف. واللي فاكر ان هنفتح المعبر غصب عننا احب اقول له افتح عينك الاول وشوف انت ما تتكلم مع مين. مصر مش اما تتاجر بالقضيه، مصر هي اكتر دوله شايله القضيه على كتفها وزاعجه، وفي عز الضرب والحصار اللي معمول لما نبعت شاحنات مش شعارات. وعايز اقول لكم بالمساعدات الاخيره اللي بعتتها مصر النهارده، يبقى خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول مصر بعتت 800 شاحنه، وعلى فكره ده مش كفايه. شعب القطاع عارف مين اللي واقف جنبه بجد ومين اللي واقف جنبه لاهداف تانيه. مصر اكتر دوله واقفه بشعبها وجيشها ورئيسها جنب القضيه الفلسطينيه، فبلاش تزايدوا على مصر. واحب اقول لبتوع السلاسل وحصار السفارات تحيا مصر، موتوا بكيتكم، واللي يجي على مصر يا بنت وهو يستاهل زخف عمدتها شيروا له وابعتوا له.